السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفه الكعك. يجي فريمون بزاف بنين قطني خفيف ومحمر كما راكم تشوفوا في الصوره. نروحوا مع بعض نشوفوا لي زانغريديون ونشوفوا كيفاش خدمنا هذا الكعك. غادي نكتب لكم المقادير هنا باش يكون كل شيء واضح. دونك عندي كاس ماء دافي، زدت له مغرفه كبيره تاع خماره الخبز، وزدت معاه 2 مغارف كبار تاع السكر. هادو على جهه. اللي يبغي انا هنا في الوصفه عندي كاس سكر، اللي يبغي يكون الكعك تاعها حلو دير كاس ونص. نخلط هذا الخليط غايه ونغطيه ونخليه يتخمر باش هذيك الخماره تتفاعل. مريت فعلت الخميره تاعنا، زدت الكاس تاع الحليب دافي، نزيد الكاس تاع السكر ونخلط غايه بالفوي. انا ما غادي ني نعجنها هنا ني والو، جيست بالفوي. شوالا غادي يكون كاين واحد السر هو اللي يخلي الكعك تاعكم يجي خفيف وقطني بلا ما تعجنوه. زدت هنايا مبشور الليمون وحبه الحلاوه، اللي بغى يدير زريعه البسباس، اللي بغى يدير الشنان، دونك كيما تبغوا. زدت الحبه تاع البيض، نزيدو لافاني. الا عندكم عطر الليمون ديروا، انا نسيت باش ندير هنا. وعندي نص كاس زيت، ما نكثروش الزيت باش لاباط تاعنا ما تجيش ثقيله. نبدا نخلط حتى الخليط تاعنا يمتزج غايه والسكر تاعنا يذوب. هنايا زدت مغرفه كبيره تاع مازهر، اللي يبغي الريحه تاعو انا نبغيه بزاف، خاصه غادي ندير كعك وندير او ميم طون لامونه. دوك تشوفوا مع بعض. هنا درت الفارينه، وعندي 2 خميره الحلوى. كي يكون البرد ما غاديش يطلع لكم الكعك شويه يغبن في التخمير. دونك الا كان البرد ولا الدار بارده، دونك ديروا مغرف ونص خميره تاع الخبز باش يخمر لكم الكعك. سينو حموا الكوشه تاعكم ودخلوه وطفوها ودخلوا الكعك تاعكم يخمر غايه واعطوه وقته. نبقى انا نزيد في الفارينه وتوجور نخلط غير بالفوي، ما استعملش كاع يدي. خلط غايه حتى تتلم عندي لاباط. السر شواله نخلوها تتلصق، يعني ما غاديش نيبسوا العجينه تاعنا. الا يبستيها ما غاديش ينجح لك الكعك وما يجيش شباب. دونك نبقى نزيد غير بالسياس وشوفوا القوام اللي نتحصل عليه. غير قد ما تتلم نحبس. شوفوا كيفاش تحصلت عليها. نغطيها ونخليها تخمر. هنا خمرت لي واحد 2.5 ساعات هكا. هنا ابخي اللي خمرت شوفوا لاباط تاعنا كي راهي. هنا نبيزها ونبدا نخدم في الحبه تاع الكعك تاعنا. عندي هذه الطريقه، تحلي الحبه تاعك وتروليها باش يجي خفيف من الداخل. ونصيحه لازم تدهنوا يديكم بالزيت ولو بلان دو طرافاي باش تقدروا تتعاملوا مع العجينه، باسكو راه فريمون بزاف يتلصق. الا ما درتوش هكا ما تقدوش يعني تخدموا بها. فوالا نعاود نخدم الحبه تاع الكعك، نحلها ونروليها ونبلعها غايه ونلاقيهم مع بعض. انا بخلي نحطهم في لو بلا تاعك يا انا دهنته جيست بالزيت ما يلصقش، سينو ديري بابي كويزون. كي نحطهم في لو بلا تاعي نقصهم بالمقص، نخدم الشكل تاع الكعك. ولا عندك طريقه واحده اخرى بيزيها كيما هاك وتخدميها كيما السفنج. شوالا فيني الحبه غايه باش زعما تجي الحبه متحوفه. هنا غير نفس العجين درت هكا حبيبات. انا نبغيها هكا تكون لامون، ما نبغيش بزاف الشكل تاع الكعك. نبغي هاد الحبات يجوا هكا وتجي فريمون خفيفه وتجي بزاف شابه. انا هاد الكميه دارت لي 10 حبات. دونك الا بغيتي تضعفي الكميه برك دوبلي المقادير. فوالا هنا راني قصيتهم بالمقص ودوك الحبات قصيتهم من الفوق. توجور قلت لك دهني لو بلان دو طرافاي تاعك ومام يديك باش تقدي تتعاملي مع لاباط. روليها بهاد لا فاصون ونلقي الحبه مع بعض ونفيني الحبه غير بالسياس. كي تكوني دهنه يديك بالزيت ما غاديش تعذبك.
ونحمي. انا حميت الفور، طفيته ودخلت لاباط تاعي بليتو الكعك تاعنا يخمر منذ، يعني خلوه يخمر غايه ويضاعف الحجم تاعه عاد باش نروحو نطيبوه. ابخي اللي هنا خمر، شوف كيفاش تضاعف الحجم تاعو. جبت صفار بيضاء ودرت لها، ديروا لها لافاني ولا عطر الليمون ولا حليب، شويه حليب برك. ايا وندهنوا الحبات تاعنا غايه باش يمد احمرار شباب من الفوق. حبيبه تاع الكعك اللي درت فوقهم الجلجلان، وحنا دابيتود نديروا السكر من الفوق فوق الكعك. كاين حبيبات درتهم بالسكر. ابخي انا نشعل الكوشه تاعي من تحت باش تحمى غايه، وطلعوا لو بلا تاعكم باسكو الكعك يحمر بالخف من تحت باش ما ينحرقلكمش. ومين يطيب بالخف يعني عسو ما يديش وقت كبير، ايا هنحمروه من الفوق. اي فوالا ابخي لي طاب الكعك تاعنا. هادو الحبات اللي درت فيهم السكر، وهادو اللي درت فيهم جلجلان، جاي بزاف شباب خفيف قطني. وهادو هما الحبه اللي قلت لكم كي لامونه تجي بزاف شابه. انا جي بريفير هاد الشكل على الكعك. نحل لكم حبه باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل. جا كيما القطن ومهوي، ما يجيش ملكد. شوفوا كيفاش جا، يعني وصفة سهلة ومقادير مضبوطة، واللي يبغي يزيد في الكمية يضاعف المقادير فقط. جيسبر لا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم، وعلى بروشين ان شاء الله.